معانا على التليفون الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي كلية الحقوق. أهلا بيك يا دكتور، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير كرم بيه، اهلا بيك. حضرتك انا كنت بتكلم دلوقتي عن فكرة ايه؟ فكرة اننا ننظر للجانب المضيء في رحلة خادم الحرمين، ونبدأ بقى نحط الاتفاقيات الكبيرة اللي تم توقيعها عشان يعني نحس بآثار الزيارة وتبقى النتائج إيجابية. أما الجدل اللي بتاع الجزيرتين فخلاص بقى، يعني نسيبه البرلمان يقعد يناقشه ويجيب ناس خبراء وفنيين، مش الخبراء اللي بتستدعيهم الفضائيات بعد منتصف الليل وكل واحد بيدلو بداله في موضوع هو مش فاهمه، ونبدأ نوصل لحل. ايه رأيك في الرؤية دي؟ انا اتفق مع حضرتك، وان كنت ازيد عليها ان جميع ما تم ابرامه من اتفاقيات باعتباري استاذ قانون دولي منذ ما يقرب عن 35 سنة، كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين مصر والمملكة العربية السعودية إبان المدة اللي زرنا فيها ضيف السعودية العزيز ملك سلمان، كلها من وجهة نظري بها خير لصالح الدولتين، سواء في الاستثمار، في الاقتصاد، في كل مناحي الحياة، وبالتالي تعديدها سهل. لكن انا اللي ممكن بس اضيفه بعد اذن حضرتك، اتفضل يا فندم. حتى فيما يتعلق بصنافير وتيران، البرلمان لا يملك مناقشة صنافير وتيران. المعروض في الاتفاقية هو الجسر المائي او البر مائي بين مصر والسعودية، ولم يسر احد موضوع صنافير وتيران ومدى مركزهما القانوني وفقا لقواعد القانون الدولي العام. وبالتالي عندما نتدخل ونقول ان احنا نسيب دي للبرلمان، البرلمان لا يملك مناقشة ما يملكه الاخر. بس دي نقطة جديدة يا دكتور، انا اول مرة اسمعها، لان اعضاء البرلمان بيقولوا احنا هنناقش وهنشوف وحاجات عشان كده ارجو ان تستمع لاستاذ قانون دولي. ما هو عشان كده احنا استضفنا حضرتك، لان الناس عمالة يعني تقول ما قال مالك في الخمر، واللي مش فاهم الموضوع بيتكلم اكتر من اللي فاهم. عشان كده انا لما استمع للاستاذ كرم جبر وهو صحفي مرموق واعلامي، استفيد منه في الاعلام، استفيد منه في مجال مهنيته، استفيد منه وانصت له. عندما اتحدث انا في القانون الدولي طبعا بنستفيد من الجميع وفقا لاحكام القانون الدولي. القانون الدولي في هذه الجزئية المعروض على البرلمان هو ذلك الجسر. هل يفيد مصر وبرلمان مصر هو المسؤول عما يفيد مصر باعتبارهم نواب الشعب وممثلين الشعب؟ هذه مسألة مرتبطة بمصالحنا إذا كان الجسر يفيدنا ولا لا. لكن ما حدش قال إن معروض على مصر على البرلمان إنه يناقش المركز القانوني للجزيرتين باعتبار إن الجزيرتين هما ملكية سعودية مستقرة ومسجلة في أحكام القانون الدولي وفي الأمم المتحدة. خلاص يبقى نحناقش فيه بقى. إذا ناقش البرلمان هذه الجزئية فهذا ما يعتبر عبث قانوني وفقا لأحكام القانون الدولي. بس خلاص. ده جميل جدا، أنا بشكرك جدا الدكتور مصطفى فؤاد. الدكتور قال نقطة مهمة جدا كانت غايبة عن الأذهان. خبر إن ليس من حق البرلمان المصري مناقشة وضع الجزيرتين. ليس من حق البرلمان المصري إن يناقش وضع الجزيرتين، دي مسألة منتهية. ولكن دور البرلمان ايه؟ زي ما كده الحكومه طلبت منه، شوفوا الاتفاقيات المبرمه وابداوا وافقوا عليها، الاتفاقيات الكتيره دي اللي تم ابرامها بين الجانبين. الامر الثاني نشوف الجسر ده هينفع مصر ولا مش هينفعها، هيفيدها ولا مش هيفيدها. يعني وجهه نظري على الاقل هذا الجسر هيعيد الحياه، قبله الحياه لشرم الشيخ من جديد، لان المسافه هتبقى ما بين المملكة العربية السعودية، شمال المملكة العربية السعودية والمنطقة دي وشرم الشيخ أقل من، يعني لو طلع من البلدين ساعة ممكن يبقى في شرم الشيخ، ممكن يقضي الصيف بتاعه يستمتع بشرم الشيخ بدل ما هي فاضية كده. دي شرم الشيخ يعني نسبة السياحة فيها دلوقتي يعني مش عايز أقول 5% أو 10%، وعمالة تم الاستغناء عنها، وفنادق كاملة تم إغلاقها،
والحياة واقفة، الحياة واقفة. باعتبار ان الجزيرتين هما ملكية سعودية مستقرة ومسجلة في احكام القانون الدولي وفي الامم المتحدة. خلاص يبقى احنا هنعيش ايه بقى؟ اذا ناقش البرلمان هذه الجزئية فهذا ما يعتبر عبث قانوني وفقا لاحكام القانون الدولي. بس خلاص. ده جميل جدا. انا بشكرك جدا الدكتور مصطفى فؤاد. الدكتور قال نقطة مهمة جدا كانت غايبة عن الاذهان. خبر ان ليس من حق البرلمان المصري مناقشة وضع الجزيرتين. ليس من حق البرلمان المصري ان يناقش وضع الجزيرتين، دي مسألة منتهية. ولكن دور البرلمان ايه؟ زي ما كده الحكومة طلبت منه، شوفوا الاتفاقيات المبرمة وابدأوا وافقوا عليها، الاتفاقيات الكتيرة دي اللي تم ابرامها بين الجانبين. الامر الثاني نشوف الجسر ده هينفع يعني تقول ما قال مالك في الخمر، واللي مش فاهم الموضوع بيتكلم اكتر من اللي فاهم. عشان كده انا لما استمع للاستاذ كرم جبر وهو صحفي مرموق واعلامي استفيد منه في الاعلام، استفيد منه في مجال مهنيته، استفيد منه وانصت له. عندما اتحدث انا في القانون الدولي طبعا بنستفيد من الجميع وفقا لاحكام القانون الدولي. القانون الدولي في هذه الجزئية المعروض على البرلمان هو ذلك الجسر. هل يفيد مصر وبرلمان مصر هو المسؤول عما يفيد مصر باعتبارهم نواب الشعب وممثلون الشعب؟ هذه مسألة مرتبطة بمصالحنا إذا كان الجسر يفيدنا ولا لا. لكن ما حدش قال إن معروض على مصر على البرلمان إنه يناقش المركز القانوني للجزيرتين. اتفضل يا فندم. حتى فيما يتعلق بصنافير وتيران، البرلمان لا يملك مناقشة صنافير وتيران. المعروض في الاتفاقية هو الجسر المائي او البر مائي بين مصر والسعودية، ولم يسر احد موضوع صنافير وتيران ومدى مركزهما القانوني وفقا لقواعد القانون الدولي العام. وبالتالي عندما نتدخل ونقول ان احنا نسيب دي للبرلمان، البرلمان لا يملك مناقشة ما يملكه الاخر. بس دي نقطة جديدة يا دكتور. انا اول مرة اسمعها، لان اعضاء البرلمان بيقولوا احنا هنناقش وهنشوف وحاجات كده. عشان كده ارجو ان تستمع لاستاذ قانون دولي. ما هو عشان كده احنا استضفنا حضرتك، لان الناس عمالة معانا على التليفون الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي كلية الحقوق. أهلا بيك يا دكتور، مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير كرم بيه، أهلا بيك. حضرتك أنا كنت بتكلم دلوقتي عن فكرة إيه؟ فكرة إننا ننظر للجانب المضيء في رحلة خادم الحرمين، ونبدأ بقى نحط الاتفاقيات الكبيرة اللي تم توقيعها عشان يعني نحس بآثار الزيارة وتبقى النتائج إيجابية. أما الجدل اللي بتاع الجزيرتين فخلاص بقى يعني نسيبه البرلمان يقعد يناقشه ويجيب ناس خبراء وفنيين، مش الخبراء اللي بتستدعيهم الفضائيات بعد منتصف الليل وكل واحد بيدلو بداله في موضوع هو مش فاهمه، ونبدأ نوصل لحل. إيه رأيك في الرؤية دي؟ أنا أتفق مع حضرتك، وإن كنت أزيد عليها أن جميع ما تم إبرامه من اتفاقيات، باعتباري أستاذ قانون دولي منذ ما يقرب عن 35 سنة، كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين مصر والمملكة العربية السعودية، إبان المدة اللي زرنا فيها ضيف السعودية العزيز ملك سلمان، كلها من وجهة نظري بها خير لصالح الدولتين، سواء في الاستثمار، في الاقتصاد، في كل مناحي الحياة، وبالتالي تعديدها سهل. لكن أنا اللي ممكن بس أضيفه بعد إذن